السلام عليكم. مع وصفتي السهله والمبسطه غنشارك معكم ألذ وأسهل وأسرع سلطه صيفيه بارده كتجي بنينه بزاف. وغنشارك معكم واحد اللحم اللي كنديروا واحد التتبيله بنينه بزاف، كنديروا في الفران وكنتهناو، ما كياخذش منا حتى 5 دقائق في التحضير ديالو. شوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للسلطة ديالنا، أول حاجة خديت الروز اللي سلقته في الماء والملحة وورق الغار، صفيته كنخليه حتى كيبرد. كنضيف عليه مطيشة مقطعة مربعات صغيرة وبصيلة، الخيار، الخس، الزيتون اسود واخضر اللي متوفر، علبة ديال التونه اللي صفيتها من الزيت، عصير ديال نص حامضة، مليحة وبزيره، 2 معالق كبار ديال المايونيز، 2 معالق كبار زيت الزيتون. كنمزجهم مزيان وكنديرها في الثلاجة تبرد. نمروا الطريقه ديال اللحم اللي كيجي لذيذ بزاف وساهل في التحضير. خديت لاطه اللي درت ليها بابي الومنيوم، من بعد درت بابي كويسون. كندير الطريفات ديال اللحم، عندي الزعتر وعندي الحبق تقريبا ملعقه صغيره بملعقه صغيره، عندي واحد الرشه ديال الزعفران الطبيعي اللي كان متوفر، واحد الرشه ديال المليحه. وكنمزج هذيك المكونات مع اللحم مزيان. درت ورق الرند، واحد ملعقه كبيره ديال الزبده اللي وزعتها. كنغلف هذوك الطريفات ديال اللحم مزيان بابي كويسون او بابي الومنيوم، وكندخلو الفران لدرجه الحراره 150 لتحت والفوق تقريبا لمده ساعتين، وها اللحم ديالنا موجود. اذا اللحم في الفران بنين وفتي وسلطه بارده ولذيذه. الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك.